السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة بهاد القرعة اللي كنوريكم من الجردة ديالي. ما شاء الله تبارك الله، كتجي رائعة وصحية في نفس الوقت. هذه المزروعات ديالي، اعطوني رأيكم. ما شاء الله. غادي نقطعوها من هنا وغادي نمشيو للدار نشارك معكم واحد الوصفة اللي كتجي رائعة. انا بعدا كتعجبني بزاف. ما شاء الله. ها هي. صافي هنايا غادي نشد القرعة، غادي نقطعها مرصويات مربعات هكا. من الاحسن نخليوها شويه هكا غليظه، كنفورها او كتسلقوها اللي كتفضلوا. انا تنفضل من الاحسن تفوروها باش تبقى بالمنافع ديالها. هنايا عندي القرعه مفوره مقطعه مرصويات مع شويه الملح. غادي نجيب الطاجين اللي يزيدها واحد اللذه رائعه. زيت الزيتون. انا زيت الزيتون هاد القرعه دايره جوج قراعي، وحده دايره عاديه وحده دايره فيها داك السودانيه باش كتجي حاره. واحد جوج مطيشات مقطعين، شويه قزبر ومعدنوس عندي مكونجيلي. هنايا التوابل كاينه التحميره السودانيه، الكمون، الخرقوم، الثومه، واحد 4 ريوس ديال الثومه. صافي هنايا غادي نشحرهم شويه. بعد ما تشحر شويه ديك مطيشه والثومه والقزبر اللي كنا درنا، لان القرعه راها مفوره. صافي هنايا غادي نزيد عليها القرعه. هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال الشكل ديال الزعلوك وكتجي رائعه الصراحه. عاطيه واحد المذاق رائع ديال زيت الزيتون بطبيعه الحال والثومه ومشرمله. نغيروا شويه. هي كما كدرتي لها كتجي زوينه، لا في المرقه ولا في الطعام ولا في اي حاجه السوبه. غادي نشارك معكم الوصفات ديالها، وهذا هو الشكل ديالها. تتمنى تنال اعجابكم، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.